تويتي توك. ليه لازم ان احنا نعمل يوتيوب شانل حتى لو ما حدش بيتفرج عليه غيرنا؟ يلا بينا. اهم نقطه انا هسيبها للاخر والباقي هقول مش مترتب، وشوف انت حسب اهميته بالنسبه لك. اول نقطه هقولها ان يكون لك ديجيتال فوت برنت، يعني احنا زي ما لينا اثر في الدنيا كده واحنا ماشيين، من ضمن برضو الاثار اللي موجوده بحكم الزمن اللي احنا ماشيين فيه هو الاثر الالكتروني الاونلاين اللي هو انا موجود. تاني حاجه انك تقول قصتك بنفسك، وما اقصدش بيها جو التيك توك ولا اللي طفشنا من الفيسبوك. قدم نفسك بالصوره اللي انت تحب تشوف نفسك بيها، مش اكتر ولا اقل، من غير قله ادب ومن غير تخطي حدود. الحاجه الثالثه اعتبرها تريننج. لما بتيجي تقدم على شغل في بعض الويب سايتس بيطلب منك ان انت تعمل حاجه اسمها بيتش سبيتش، او ان انت تعمل فيديو كام ثانيه ولا دقيقه او دقيقتين بتعرف بيه بنفسك، وده اكتر فيديو بيبقى صعب جدا ان انت تتكلم عن نفسك، فاعتبرها تدريب. الحاجه اللي بعدها اعتبرها كمان تدريب على مواجهه المجتمع وتقبل النقد. طبعا في نقد هيبقى مسيء وفي نقد هيبقى بناء، اللي انا اقصده البناء. بالنسبه للمسيء فانت هتتدرب انك تتعامل في المواقف اللي زي دي. هتعمل ايه؟ وده طبعا هيعلي الايموشنال انتليجنس بتاعك. النقطه اللي بعد كده لما انت بتعمل قناه وبتبدا تفكر في الفيديو هتقدم ايه في الحلقه اللي بعدها وهتقدم ايه في الفيديو اللي بعده، بتعمل بروموتنج كده للكرياتيفيتي بتاعتك، حاسه الابتكار، الابداع. انت بقى كبني ادم انا قاعد بعصر مخي هعمل ايه في الفيديو اللي جاي، في ابداع، في ابداع. اكتشف نفسك، يعني انت خارق. النقطه اللي بعد كده الاستمراريه والمثابره، دول بيمرنوا عندك حاجه اسمها الديسيبلين، الانضباط، القدره على تحمل مسؤوليه حاجه، حتى لو كانت حاجه هي اليوتيوب شانل بتاعتك، بس فكره الالتزام بشيء هي تمرين على الالتزام. النقطه اللي جايه هي ان انت من خلال اللي انت بتعمله بتكتشف نفسك، بتكتشف مجالات انت ما كانش بالنسبه لك سهل ان انت تدخل فيها، بتعرف عن نفسك حاجات اكتر من ما كنت تتخيل. حقيقي رحله لاكتشاف النفس. النقطه الاخيره وهي اهم نقطه بالنسبه لي انها صدقه جاريه. ايوه فيديوهاتك صدقه جاريه. لو انت بتعمل كورس فده صدقه جاريه للعلم، لو انت بتمرر خبرات حياتيه فدي صدقه جاريه عن حياتك برضه، لو انت بتسلي الناس باحترام برضه فدي صدقه جاريه عن قدرتك انك تتعايش مع الحياه وتتكيف معاها، ولو انت بتمر بمشكله وقادر تصاغها باسلوب محترم ومهذب فانت بتقول لحد تاني بيمر بنفس المشكله انت مش لوحدك، وتعالى نفكر ممكن نحلها ازاي، ايه اللي احنا نقدر نعمله عشان نخرج من المطب ده. دي كمان صدقه جاريه، بندعم بعض. وانا برضه بكرر باسلوب محترم، يعني معناها ركز، خليك صادق مع نفسك وخليك واعي انت بتقدم نفسك ازاي لنفسك قبل اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتك، لانك بتعمل الفيديوهات دي لنفسك رقم 1. سلام.